طبعا كلنا نعرف محمود البزاوي وبنحبه، ولكن برضه بنسأل نفسنا ليه محمود البزاوي مش بطل صف أول رغم إنه ممكن يعلي على بطل العمل ذات نفسه. ففي حلقة النهاردة هنتكلم عن محمود البزاوي، وهنعرف ليه محمود البزاوي من أهم الممثلين في مصر رغم إنه مش بطل، وهنعرف برضه ليه المخرجين بيعتمدوا على محمود البزاوي. وبس صلي على النبي ويلا نبدأ. محمود البزاوي اتولد في مدينة المحلة الكبرى، ومن هو صغير تحديدا في ابتدائي بيروح السينما وكان بيتفرج على فيلم الناصر صلاح الدين، ولما بيرجع البيت بيكتب الفيلم بالحرف وما بينساش كلمة. يعني في البداية كده ده معناه ان ده واحد حابب المجال ككله، كان عايز في كل حاجة بيشوفها يبقى مكان الممثل اللي بيشوفه والمؤلف. وكانوا اخواته بيحبوا يقروا جدا في الكتب، وهو كان نفسه يعمل زيهم ويقرا، وفعلا بيقرا كتاب كفاح الهتلر، واخواته بيندهشوا منه جدا، وده كان السبب في حبه للكتابة. وبيروح القاهرة في سنة تالتة إعدادي عشان يدخل في مسابقة تمثيل، ومن حظه إن واحد من اللجنة دي كان أستاذ نور الشريف. وفعلا محمود بيدخل وبيمثل المشهد، وأستاذ نور الشريف بيعجبه جدا المشهد، وبيقول له المسابقات دي ما بتأكلش عيش للي بيعرف يمثل بجد، روح قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية وإن شاء الله نتقابل. وفعلا محمود البزاوي بيقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي سنة 1985 بيشارك في جنة حتحور، وبعدها بيشارك في الضوء والأسورة، وبعدها التعويذة بدور عادل، وبعدها بيشارك في كتيبة الإعدام مع نور الشريف. وبيفرح جدا الأستاذ نور لما بيعرف إن هو اللي قال له قدم في المعهد وهتقابلني. وبعدها بيشارك في تحت الصفر والمحروسة وألف ليلة وليلة وما زال النيل يجري والسوق، وكل دي كانت أدوار صغيرة ولكن كانت حافز إن الناس تتعرف عليه وتشوفه. ومن أول 1997 شارك في حلم الجنوبي بدور رشدان، وبعدها الشارع الجديد، وبعد كده بيشارك في أوراق مصرية بدور بدوي، وبعدها حلم العمر كله. وملحوظة في الفترة دي ما كانش بيمثل بس، كمان محمود البزاوي ألف أعمال كتير زي المتزوجون في التاريخ والزعيم والخوف وأبيض وأسود التاني. نيجي بقى لسنة 2000. لحظة بس قبل ما ندخل على سنة 2000، وبمناسبة الصورة المصغرة أنا مش حاطط النجوم رياض الخولي وسيد رجب كتقليل منهم، لأ خالص، أنا حطيتهم عشان يعتبروا هما التلاتة نفس التأثير والجمدان في الأداء. وبس كمل الحلقة. من أول الألفينات كانت بقى دي انطلاقة محمود البزاوي، لأنه بدأ يدخل مع الجيل الجديد وشارك في فيلم ثقافي وكان دور ثانوي بس في ناس عرفته من الدور ده. وبعدها بيشارك في عشان ربنا يحبك بدور الساحر، وبعدها مسلسل أوبرة عايدة وكان بدور طارق وكيل النيابة. وفي 2001 بيشارك في الراجل الأبيض المتوسط بدور عربي سيطرة، بعدها بيشارك في شرم برن بدور فؤاد، وفي 2002 بيشارك في زمن عماد الدين، وفي 2003 بيشارك في أمانة يا ليل، وبعدها القاهرة منفلوط والعكس، وفي 2005 بيشارك في زكي شان مع حلمي بدور جمال الأسيوط. أنا شخصيا عرفته من دوره في الفيلم ده. وشارك في ريا وسكينة وبعدها أسلحة دمار شامل، بعدها بيشارك في العندليب حكاية شعب بدور عبد الرحمن الأبنود، في 2007 بيشارك في تامر وشوقية الجزء التاني، وفي نفس السنة بيشارك في لحظات حرجة، بس المرة دي مش ممثل، كان مؤلف المسلسل. المسلسل كان حلو جدا ونجح جدا. وقبلها شارك في ظرف طارق بدور عماد، وشارك بعدها في جعلتني مجرما مع حلمي برضه، والشبح قضيف شرف، وشارك في العيادة. في 2009 شارك في الأدهم كممثل ومؤلف في المسلسل بدور بهجت طاحون، وبعدها عبود مركب مسجلة. ملحوظة بقى مهمة جدا نسيت أقولها إن في 1999 محمود البزاوي شارك في همام في أمستردام. طب ليه أنا قلت المعلومة دي دلوقتي؟ لأن بعد همام في أمستردام الناس عرفت محمود البزاوي جدا 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 جدا، وده اللي خلاه يشارك في أعمال كتير زي اللي لسه قايل، وشارك كضيف شرف في الجماعة، وبعدها لسه وكتاب بدور شيكو مدريد، وحرفيا كان عامل دور حلو قوي. نيجي بقى لمفاجأة 2011، لأنه بيألف واحد من أشهر المسلسلات، وكان عامل في الفترة دي نوش جدا المسلسل ده، وكان خالد صالح مبدع في المسلسل ده، مسلسل الريان. بس الصراحة إن محمود البزاوي يألف مسلسل بالحجم ده زي الريان فهو سيناريست كبير جدا ومش ممثل بس. وألف برضه في نفس السنة مصباح علاء الدين، وبعدها شارك في الزناتي مجاهد، وفي 2012 بيشارك في الزوجة الرابعة، وبعدها بيشارك في واحد من أحلى وأفضل مسلسلات الزعيم عادل إمام، أظن إنكم عرفتوه، هو مسلسل فرقة ناجي عطا الله. حرفيا محمود البزاوي ابدع وعمل دور جامد جدا وضاف كتير للمسلسل بدور الشيخ حسن، وطبعا اي حد اتفرج على المسلسل ما يقدرش ينسى الدور ده. وبعدها مزاج الخير، وبعدها بيشارك في فيلم ساعة ونص، فيلم كان مهم جدا ومحمود البزاوي عمل دور من اهم ادوار، وبعدها بيشارك في المصلحة بدور عواد عبيد. وملحوظة انا عايز جدا 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 اعمل حلقة عن فيلم المصلحة، فلو لقيت في الكومنتات كتير منكم عايزين ان انا اعمل حلقة عنه هعملها باذن الله. وبعدها بيشارك في بدون ذكر اسماء، وكان دوره حلو جدا في المسلسل. واكتر حاجة فعلا بحبها في محمود البزاوي انه بيعرف يطلع دوره والشخصية على اجمل وجه، يعني يعمل شر انت في المسلسل او الفيلم ما تبقاش طايق الشخص ده، يعمل طيب يبقى صعبان عليك جدا، وده يثبت لك قد ايه هو ممثل متمكن. بعدها بيشارك في الاكسلانس بدور المستشار خالد الزيات، وبعدها سرايا عابدين الجزء الاول والثاني، وبعدها بيشارك في الليالي الحلميه الجزء السادس بدور منصور السماح، بعدها بيشارك في ليله، وبعد كده بيشارك في مسلسل حلو جدا وهو جراند اوتيل. في السينما شارك في فيلم من 30 سنه بدور الراجل المتشرد، بعدها بيشارك في كلب بلدي مع فهد دور العميد شكري، وبعدها حرم الجسد، وبعدها بيشارك في الكيف بدور عيد الكارف. في 2017 بيشارك في سابع جار بدور مجدي، وفي نفس السنة بيشارك في الشيخ جاكسون بدور الخال الشيخ عاطف، بعدها بيشارك في تصبح على خير، وبعدها كلبش وبيشارك في الجزئين، وبعدها بيشارك في لمع القط بدور عم حرج. انا ما اقدرش اتكلم عن دوره لان انا ما شفتش المسلسل ده خالص. في 2018 بيشارك في امر واقع بدور رياض، وبعدها بني ادم، وبعدها البدله لتامر حسني.
كان عامل دور حلو أوي، وبعدها تراب الماس، وألف برضه أعمال زي لمس أكتاف ومقام في القصر، وبعدها ليلى هنا وسرور. 2019 بيشارك في أبو جبل بدور وجيه، وبعده بيشارك في بدل الحدودة 3 في دور شاهين، وبيشارك في دور مهم في مسلسل أهو اللي صار بدور زكريا، وشارك في كازابلانكا. وفي سنة 2020 بيشارك في سلطان الماعز وفرصة تانية واتنين في الصندوق وخانتي يولا. وفي 2021 بيشارك في أحمد نوتردام، بعدها عروستي، وبعدها فرق خبرة. أنا ممكن في الأعمال الكتير اللي أنا ذكرتها ممكن يكون فيها أعمال وحشة وما نجحتش، وده أكيد يعني، بس عايز أقول لك إن الأعمال الوحشة دي هو بيبقى فيها الأفضل أداء. بعدها هجمة مرتدة وشقة 6، وفي 2022 بيشارك في العائدون، بعدها الاختيار 3، وبعدها الرجل الرابع، ده برضه من الأعمال اللي بتبقى وحشة وهو بيبقى الأفضل فيها. بعدها أنا وهي. وسنة 2023 بيشارك في واحد من أفضل المسلسلات الكوميدية وهو بالطو، وكان عامل دور خرافي الصراحة. وبعدها المطاريد، وبعدها بيشارك في رهبة. وفي 2024 بيشارك في بابا جه وعادل مش عادل والسيستم. وفي سنة 2025 بيشارك في الدراما في مسلسل فهد البطل، وكان عامل دور الشر على أجمل وجه حرفيا، وفعلا كنت بتكره الشخصية، فده نجاح ويثبت لك قد ايه هو متقن الدور. في 2026 بيشارك في علي كلاي لأحمد العوضي، وعمل دور جميل جدا برضه، دور عزاز ابو الحسن، وهيشارك برضه في جوازه ولا جنازه. وبس كده، دي مسيرته الفنيه ومشواره. نيجي بقى لاسئله الحلقه. ليه محمود البزاوي من اهم الممثلين في مصر رغم انه مش بطل؟ اول حاجه لانه هو مش بيهمه الحاجات دي، هو اهم حاجه عنده عجبه الدور والشخصيه وبيعملها، وهو قال كده في كذا لقاء، لو لقيت حاجه منهم هحطهم في المونتاج. مفيش في حاجه اسمها انت في العمل ده فني، طرف فيه مهم جدا اللي عمله اصلا مؤلف صاحب فكره ابداعيه، خدوا مخرج اتعدى بنفس العدوى بتاعت المؤلف دي فعمله وعمل، فقالوا هنجيب تامر، هنجيب محمود البزاوي، هنجيب مش عارف مين، هنجيب مين. لا، هي حاله، استمتع بالحاله، حاول تستمتع بالحاله كلها. انما انا اللي انتوا بتكتبوا مسلسل انا فين فيه كذا، انت البطل ده ولا البطل لا يهزم، البطل لا يضرب. وليه بقى هو من اهم الممثلين في مصر؟ لان زي ما قلت لك هو موهوب جدا، ومش في التمثيل بس، ده في الكتابه كمان، وبسبب موهبته والقبول بتاعه انك اول ما تشوفه في اي مسلسل او فيلم بتبقى عايز تتفرج. عشان كده المخرجين بيعتمدوا عليه اعتماد كامل، وبسبب برضه انه نجم كبير جدا. كده جاوبنا على كل اسئله الحلقه، وكده الحلقه خلصت. نيجي بقى للمعلومه الدينيه اللي اتعودنا عليها، عشان لعل وعسى يبقى المحتوى بتاعي مفيد لو حتى 1%، وهي ان هي طبعا في العشر الاواخر من رمضان، وممكن يكون اي يوم من العشره دول ليله القدر. فأنا عايزك تعتبر ال10 دول كلّهم ليلة القدر، يعني أي عمل تعمله في أول يوم تعمله في ال10 أيام كلّهم، وطبعًا مع صلاة وقراءة القرآن، ونختم إن شاء الله القرآن قبل ما يخلص رمضان. وما تنساش تصلّي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتقول له سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبس، سلام.